يمسي الخيرات على حضراتكم جميعا. قبل ما نتكلم في الموضوع اللي هكلم حضراتكم النهارده كان في تعليق مفاده ان هو الاستاذ المحترم صاحب التعليق حد مختلف معايا في الايديولوجيه، ومع ذلك هو بيحترم كل صاحب قضيه وبيتابعني وكده، والمفروض ان انا لا اكيل بمكيالين، لان انا في حاله ان انا ضد الغير شرعيين اللي دخلوا الدوله المصريه بشكل غير شرعي من على الحدود، تهريب والكلام ده كله، ان انا كمان وبطالب بترحيلهم، ان المصريين الغير شرعيين كمان هيترحلوا من الدول اللي هم فيها. فانا المفروض اكون منصفه ولا اكيل بمكيالين. حضرتك لو متابعني فعلا هتعرف وتتاكد ان انا لا اكيل بمكيالين لسبب بسيط جدا، ان انا اكتر من مره قلت ان من كل دوله من حقها انها تحافظ على القوانين اللي فيها وتحافظ على سيادتها، واي مصري موجود في اي دوله بشكل غير شرعي يترحل، ما عنديش اي مشكله. اي مصري رايح حتى بعقد عمل وانتهى عقد العمل وخلاص وانتهت فتره اقامته الشرعيه يرجع بلده، ما فيهاش اي مشكله. فانا لا اكيل بمكيالين يا فندم. والموضوع ده حصل قريبا جدا في ليبيا، انه في مصريين اترحلوا كانوا داخلين بشكل غير شرعي الى ليبيا، وما كانوش رايحين عشان يقعدوا في ليبيا، ده هم كانوا واخدين ليبيا محطة عشان يسافروا لاوروبا عشان يطلعوا لدولة تانية، فليبيا بمنتهى البساطة رحلتهم. فانا ما عنديش مشكلة خالص، انا عندي مشكلة واحدة بس، ان مثلا الدولة الليبية لما جت ترحل مصريين قبل كده رحلتهم بشكل مهين، كان في شكل مهين كده وهم بيرحلوهم ومرحلينهم، جابوهم كده قبل الحدود بشوية ونزلوهم العربيات وراحوا ماشيينهم، يعني والله اكبر والمش عارفه ايه، هم ما كانوش رايحين يفجروكم، مش ارهابيين، ناس دخلوا بشكل غير شرعي ومصر ما رفضتش استقبالهم، لان في دول بترفض تستقبل مثلا اللاجئين او الغير شرعيين من دوله ما. امريكا لما جت ترجع لاجئين مثلا من جنوب السودان لجنوب السودان، جنوب السودان في الاول رفضت انها تستقبلهم، فما كان من ترامب غير ان هو قال خلاص مالكوش تاشيره عند محدش داخل من جنوب السودان كلها، فاستقبلوهم مفيش مشكله. مش بس السودان، في اكتر من دوله رفضت استقبال اللاجئين. احنا كمان نضيف على كده ان المصريين مش لاجئين، لان مصر مصنفه دوليا انها دوله امان ما بيستقبلوش منها لاجئين الا اذا كان لاجئ سياسي، لاجئ لاي سبب تاني، لكن مصر ما بيستقبلوش منها لاجئين. فانا ما عنديش مشكله ولا اكيل بمكيالين ان المصري الغير شرعي الغير قانوني في اي دوله ان هو يترحل من هذه الدوله، ولكن بشرط ان هو يترحل بشكل ادمي وانساني فقط لا غير. فانا حبيت بس اوضح لحضرتك الفكره دي، واكيد الناس اللي متابعاني من زمان عارفه ان انا مش ضد ده، يعني انا مش هدافع عن المصري الغير شرعي واجي اقول اللي غير شرعي اللي في بلدي يتكل على الله. ده كمان في اضافه مهمه جدا، ان في دول كتير حضرتك بعيدا عن غير الشرعي هم محتاجين عماله، عندهم نقص عماله. انا بقى كمصر سواء شرعي او غير شرعي، هل انا حضرتك محتاج سايس، يعني السياس اللي في الشوارع اللي مش مصريين مثلا، محتاج عامل ديليفري؟ هل انا محتاج عامل ديليفري؟ يعني هل انا محتاج المهن البسيطه اللي بيمتهنها المصريين ان حد يخش يزحموا فيها؟ النهارده كان في شقة تعبان معروف ان هي منطقة مثلا الرخام والحاجات دي، يعني منطقة يعني حرفيين من الاخر، يعني عمال. لما المنطقة دي يتمسك فيها فوق 200 عامل اجنبي غير قانوني وبدون تصاريح، يعني انت معنى كده ان انت داخل في مناطق بيعمل فيها المصريين حتى المهن الصعبة، المهن الشاقة. انا مش محتاجك. وده الموضوع ده ببساطة مصر تختلف، يعني في دول بتعتمد بشكل أساسي على العمالة الأجنبية عندها، أنا مش محتاج ده، لأن أنا عندي من المصريين الكثير والكثير في كل المهن والحرف وكل حاجة، احنا عندنا كل حاجة، فاحنا في حل ومش محتاجين ان حد يخش يزاحم المصريين في الكلام ده. ده غير ان حتى التصاريح أسعارها يعني أو تكلفتها مش كبيرة، الإقامات تكلفتها مش كبيرة، فهم برضو بيفضلوا هنا، هم كسبانين واحنا خسرانين. أرجو ان الفكرة تكون وضحت، ويعني يكون وصل لحضرتك وجهة نظر اللي هي ما اتغيرتش من يوم ما اتكلمت في الموضوع ده، ان من حق كل دولة تحافظ على قوانينها وسيادتها على ارضها. المهم خلينا نتكلم في موضوع تاني، والموضوع التاني ده وهو موضوع مهم جدا، وانا قلت لحضراتكم قبل كده ان هو ملف هيفضل معانا على قائمة المواضيع اللي احنا بنتكلم فيها، وهو ملف الاعلام. حضراتكم من كام يوم كان في ناشطة اسمها اماني الترك، وكنت كلمت حضراتكم عليها قبل كده، كانت اتكلمت في موضوع تجارة الاعضاء، وطلعت استشهدت بواحدة بتقول دخلت تعمل المرارة فخدوا منها كليتها. وطبعا احنا اتكلمنا وقتها عن الموضوع ده بالتفاصيل، ان الفتحة دي غير الفتحة دي، ان الاستشفاء من ده غير الاستشفاء من ده، ولكن اماني الترك كانت طالعه بتؤيد سردية ان مصر بيحصل فيها تجارة الاعضاء، واستشهدت ببعض التقارير الغير ملهاش اي مصدر ولا دليل.
الفيديو بتاع اماني الترك ده اتمسح، فيديو اماني الترك اتمسح اللي كان بتتكلم فيه على تجارة الاعضاء. طبعا ده بعد ما كان في واحد اسمه امير سالم، وبرضه كنت كلمت حضراتكم عليه وكلمت عليه اكتر من مره، اللي طلع قال 40 طبيب اتقبض عليهم وقال اسامي مستشفيات بعينها، و75 طفل اتخطف، والكلام ده كله برضه عشان تجاره الاعضاء. امير سالم يعني والعلم عند الله، لكن متداول ان هو تم القبض عليه، العلم عند الله. بعديها او يعني في نفس التوقيت اماني الترك مسحت الفيديوهات دي اللي كانت بتتكلم فيها على تجاره الاعضاء، وكانت يعني واخداها على قلبها قوي كده. نفس الناشطة أستاذ محمود سعد كان مستضيفها عنده في قناة النهار. طبعا الأستاذة أماني التركي كناشطة مش أول مرة تتكلم على حاجة ضد مصر أو بدون دليل، ما عندكيش أي دليل ولا سند. أي حد ممكن يجيب تقرير من أي حتة مضروب يعني عادي جدا ويقول إن التقرير ده بيتكلم على مصر. ولكن كان قبل كده كان تم استضافتها مع معتز مطر، وكانت بتتكلم على لغة الجسد للرئيس السيسي. انضم لي على التليفون السيدة أماني ترك، أخصائي الصحة النفسية ولغة الجسد. سيدة أماني أهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا بكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف راقبتي حقيقه اداء لغه الجسد لعبد الفتاح السيسي النهارده، خصوصا وهو في لحظه محاوله سلامه على اوباما واللي حصل له مع رئيس الوزراء الهندي، هذا المشهد اللي انفردنا بيه في مقدمه مع معتز، واللي هاشتاج بتاع الفيض ركب السيسي الان بيتصدر ترند في مصر. انا هبتدي الاول من دخوله على السجاده الحمراء. ايوه. كلنا شفناه كان داخل مركز راسه، ما كانش رافع راسه زي بقيه الزعماء. كان في توافق، عدم توافق في مشيته. الواحد لما بيمشي طبيعي عاده ايديه ورجليه بيبقوا عكس بعض، وبيبقى فيه ثلاثه في المشي، ولكن هو كان متشنج، كتافه كانت مرفوعه قوي وايديه كانت ما بتتحركش بثلاثه في توافق مع رجليه، وده بينم عن توتر وضعف في الشخصيه. هذا التوتر يا حضرتك بتتكلمي على تحليل في مشيه قبل محاوله السلام على اوباما ولا بعديها؟ قبل. اتفضل. دخوله على السجاده الحمراء. أيوه. وهو داخل. في حاجه كمان عايزه اقولها، انه احنا بنشوف السيسي في مصر بشكل مختلف جدا عن ما احنا شفناه في القمه جدا، في اي مؤتمرات بتكون خارج مصر. ودي حاجه يمكن كلنا عارفينها، ان الشخص اللي بيكون شخصيته ضعيفه وعنده عدم ثقه بنفسه دايما بيبقى عنده رد فعل عكسي، بيحاول ان هو يبقى يظهر قدام الناس ان هو شخصيته قويه، فبيتصرف بطريقه اوفر اكتر. يعني اوصلها لك ازاي؟ لما بيكون قدام الناس اللي هو عامل رئيس عليهم، ايوه، فبيبقى باين ان هو راسم نفسه عليهم قوي زياده. وده برضه ضعف شخصيه فظيع، ان الواحد اللي ما عندوش ثقه بنفسه دايما عايز يثبت ان هو عنده ثقه بنفسه، فيتصرف زياده، يستميت ان هو يثبت ثقته بنفسه. ولكن لما يكون في وسط ناس هو حاسس بقله ثقته بنفسه بيقع، ضعفه بيبان بشكل واضح جدا. وده كان باين في لقاءاته النهارده او في وقفته النهارده، باين في يعني الطريقه اللي كان مستميت فيها ان هو يبحث عن دعم وتأييد الرؤساء بتوع الدول العظمى، كان ضايع في وسطهم وتايه. وبالتالي عشان كده انا بقول لما كنا بنشوفه مصر بيبقى ناسخ ريشه وبيبقى طيب قولي لي، ممكن يكون فكر في ايه؟ شغل بالي بصراحه يا استاذه، ممكن يكون كان بيفكر بايه وهو قاعد منتظر انه يحاول يحضر السلام على اوباما، واعتقد ان وصلوا بمنتهى الصراحه ان الكل بيحاول تجاهله في هذه اللحظات. ايه اللي دار جواه؟ يعني ايه الحوار اللي بتعتقدي انه ممكن دار جوه السيسي في هذه اللحظات حقيقه، واللي تخلي اي حد بصراحه يعني يرتبك ايام ارتباك؟ ما هو شعوره واحساسه ومعرفته باللي عمله، وهو عارف هو عمل ايه في مصر وعمل ايه في الناس، والمصايب اللي عملها من اكل وشرب. واخر فضيحه كانت في امريكا بتاعت الفراوله اللي فيها الفيروس فيه مثلا، يعني ايوه الفضائح اللي هو عملها بره وجوه تحسسه ان هو بالاضافه لان هو اصلا في الحقيقه انسان ضعيف شخصيه، فده بان اتفضح في المكان العام قدام الناس، وده بيتفضح دايما، مش اول مره يعني يحصل معاه الموضوع ده. المفروض ان هو لسه جاي من الهند يا استاذ امين، يعني كان موجود في الهند، وحقيقه صدمنا جدا تعامل رئيس الوزراء الهندي واصراره على عدم مجرد الحديث معاه، مجرد انه المسافه بينهم تقرب. ازاي بتفسري ده؟ اكيد حصل حاجه في الهند، انا طبعا ما اعرفش ايه اللي حصل في الهند ولا انا. ده شيء برضه لفت انتباهي جدا، ان انت لسه جاي من الهند. وعلى فكره كمان كان في مظاهرات في الهند من هنود واقفين رافعين علامات رابعه لما السيسي راح. بس اكيد حصل حاجه في الهند خلت الوزير رئيس الوزراء الهندي يتجاهل بالشكل الواضح قوي ده. بشكر حضرتك سيدة. انا ما اقدرش افسر.
زي ما حضراتكم ده كان كلام اماني الترك، ده غير قبل كده انها طلعت في فيديوهات تانية واتكلمت برضو على الرئيس السيسي بشكل غير مناسب وغير لائق. ونسيت اقول لك حاجه تانية مهمه قوي. ما شفتش الفيديو بتاعه وهو بيقول عايزين نعمل سلام دافئ مع اسرائيل؟ ولا لما بعت الطيارات السنه اللي فاتت للاراضي المحتله عشان يطفي الحرايق اللي كانت عند الصهاينه؟ زي برضو ما حضراتكم سمعتوا، الفكرة مش فكرة ان انت قد يكون لك رأي وانا ضد رأيك، وان انا اقيد رأيك ضد حد او انت ضد الكلام ده كله. في ناس كتير عصروا الليمون ايام مرسي، فاكرين انتوا الايام المهببة دي لما قال لك مرسي على الاقل لو اختلفنا معاه مش هيقتلنا، يعني الاخوان مش هيقتلونا، الاخوان مش عارفه ايه، ونغير ونعمل ونسوي. في كتير قوي عصروا الليمون على نفسهم وانتخبوا مرسي. الحمد لله والشكر لله ما كنتش من الناس اللي عصروا الليمون، لان انا لم ولن ويعني باي شكل من الاشكال عمري في حياتي في يوم من الايام ما ايد اخواني ولا لاي انتماء بشكل من الاشكال للاخوان. ولكن ما علينا، اتخدعت في يوم من الايام وانتخبت مرسي او كنت مع جماعه الاخوان على اساس انها نوع من انواع التغيير بعد الثوره، بعد اللي حصل في الثوره والكلام ده كله. ولكن ماذا بعد 30 يونيو؟ يعني احنا شفنا الاخوان والتعديلات اللي حصلت ايام الاخوان والاعلان الدستوري والحاجات وحصار مدينه الاعلام ورابعه والمنطقه بتاعت النهضه واعتصام النهضه يعني شفنا الكلام ده كله واختلف زي ما تختلف. ولكن لما يكون بعد كل اللي احنا شفناه من الاخوان ده، فحتى انت لو كنت مغيب وقتها اظن ان انت فقت لنفسك. فاساسا الكلام بتاع اماني الترك ده كان بعد 30 يونيو، وبعد الكلام ده كله كانت بتتكلم بشكل مش يعني غير لائق عن الرئيس السيسي. لكن نلاقي الاستاذ محمود سعد بيستضيفها زي برضو ما بيستضاف ابو جوليا اللي هو الشيف الفلسطيني اللي كان موجود في الاسماعيليه في نفس الوقت اللي كان موجود فيه مقاطيع قافله الصمود اللي كانوا عمالين يحوروا ويلموا في بعض كده ناحيه الاسماعيليه علشان يجمعوا بعض. وهو في نفسه اللي قال ان هو يعني كان يتمنى ان هو ينضم الى قافله الصمود. الإعلامي محمود سعد بيطل علينا ببودكاست مع ضيوف ملهمش علاقة بمصر نهائي. يعني مثلا عندك في ضيف اسمه أبو جوليا، ده بتاع مطبخ يجيب لك الأكلات المصرية ويقول لك عليها إنها أصلها من دول تانية، أو يقول لك مش عارف والله دي تبع مين، إنه معروف جدا إنها مصرية. مثلا واحدة اسمها أماني ترك، دي موجودة فين؟ كانت على قناة الشرق وليها مداخلة مع معتز مطر بتحلل لغة الجسد للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. طبعا ما قالوش السيد ولا ألقاب، قالت كلام وحش قوي 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 عليه، وهو موجود. احنا ما بنتبلاش على حد، كله بالأدلة والمستندات. الفيديو موجود على جوجل والنت موجود. الفكرة بقى ان أستاذ أحمد مسلماني اللي حصل ان هو رئيس الهيئة الوطنية للإعلام مستعين بمين؟ بالإعلامي الكبير محمود سعد. حضرتك انتمائك لمين؟ حضرتك بتستضيف الناس هنا اللي انتماءاتهم وكلامهم ملهمش علاقة بالهوية الوطنية ولا سيادة الرئيس ولا الحكومة ولا أي حاجة نهائي. فهنا حضراتكم احنا عندنا بعض الأسئلة. هل الإعلاميين أو فريق الإعداد بتاع الإعلاميين ما بيعرفش خلفية الناس اللي بيستضيفهم في القنوات مثلا؟ هل أستاذ محمود سعد ما بيعرفش أنت بتستضيف مين ولا بتتكلم على مين؟ يعني النهاردة لو قلنا إن حد اتخدع أيام مرسي والإخوان، زي ما حضرتك يعني كان الراحل وحيد حامد اتكلم مع حضرتك مرة في البرنامج بتاعك وقال لك أنت اتغيرت، أنت يعني مؤيد جدا لمرسي وأنت قلت ما كنتش أعرف نواياهم، زي برضو ما هنسمع. فأنا مختلف معاك تماما الآن. في ماذا؟ فيما يجري الآن على الساحة السياسية. كويس. وغير سعيد بالتحولات العجيبة التي طرأت عليك. التحولات؟ لأن أنا أعلم أنك يعني أساس الصداقة بتاعتنا، صداقة إيه يا محمود؟ إن الناس بتتوافق في اتجاهاتها وفي مشاعرها. لا مش بالضرورة. ده كويس. الآن أصبحنا مختلفين. طب ومال؟ اتفضل. فمحمود هذا الوطن يحتاج إلى قبضة، وبقولها بلا خجل، حتى تعيده إلى حالته الأولى أو إلى أفضل حالة ممكنة في الظروف الراهنة. تمام. لا تنسى يا محمود إنك أنت كنت أحد العناصر المهمة جدا التي دعمت الإخوان وأتت بمرسي ولبستنا كلنا في الحيط. تمام. وده سبب إن أنا واحد من أصدقائك ربما تباعدت عنك طوال هذه الفترة، وأنت كنت في منتهى الحماس. أنت كنت مع شفيق؟ مش ما كنتش مع شفيق، أنا كنت مع الوطن، أنا كنت ضد الإخوان، لكن كنت مع الافضل زي ما حسب ما انا شايف. طيب برضه انا كان عندي رؤيه ثانيه، مش مشكله. لا ما كانتش رؤيه ثانيه يا محمود، كان انحياز. لان انا ما كنتش مع شفيق. يعني انت عايز تقول يا استاذ وحيد ان انا كان ليا مصلحه مع الاخوان؟ لا انا ما كانتش مصلحه. طيب ما ده مهم، يعني لازم نوضح دوت يا استاذ وحيد. لا لانها وجهات نظر قد نختلف فيها،
لكنها وجهات نظر وليست انا مصلحه كنت مع شخصيه. شفيق، هقول لك انا كنت مع شفيق، طيب وانت اوكي. كنت مع الاخوان. مع بس مرسي. انا بقى انا كنت اعلم من هم الاخوان، كويس. وانت كنت تعلم من هم الاخوان، تمام. وكنت تعلم نواياهم السيئه، ومع أيوة ذلك وقفت الى جانبه. لا يا استاذ وحيد، استاذ وحيد، لا معلش يا استاذ وحيد، انا لم اكن اعلم نواياهم السيئه، لو كنت اعلم ما دعمتهم على الاطلاق. معلش خلاص انت رايك كما تشاء. كلنا معرضين، لكن الحقيقه انك دعمت فإن فرضنا إن في حد في يوم اتخدع أو كان ليه رأي وغير رأيه، دي حاجة يعني تغيير حتى الآراء مش عيب. إن أنا أبقى فاهم حاجة وتطلع حاجة تانية ده مش عيب، ولكن العيب إن أنا أصر على مثلا بعض الآراء زي أماني التركي اللي حضرتك استضفتها، زي أبو جوليا. هل ما تعرفش إن أبو جوليا كان عايز ينضم إلى قافلة الصمود اللي كانت بيجمعوا بعض في الإسماعيلية؟ يا جماعة الحقيقة الإعلام المصري أكاد أجزم إن هو ما بيعملش سيرش، حتى ما بيعملش سيرش. يعني في نشطة كتير جدا عندهم معلومات أكتر من فريق إعداد برامج موجودة على التلفزيون. كمان في حاجة مهمة جدا، النهاردة الإعلام أو الإذاعة والتلفزيون أو الأعلى للإعلام أو أي حد مسؤول في الإعلام المصري، هو ليه إحنا متمسكين بوجوه قديمة؟ وده لا يعيبها، وما بتكلمش على السن عشان في ناس تقول يعني اللي يكبر يموت، لا مش قصدي يا فندم، قصدي إن في تطور، في شباب جديد محتاج يظهر. كلية الإعلام في شباب، يعني ما تجيبوا الناس دي دربوها وخلونا نشوف ناس جديدة بفكر جديد بدم جديد في الإعلام. إحنا من أيام في ناس موجودة من أيام عبد الناصر، ما جاش الاوان ان الاعلام يبتدي يتطور شويه؟ مفيش امل ان احنا نشوف وجوه جديده؟ روحوا شوفوا الطلبه المتفوقين اللي في كليات اعلام يعني مختلف الفروع، يعني خدوهم دربوهم شهر 2 3 6، دربوهم زي ما تدربوهم، يطلع لنا ناس جديده بفكر جديد بوجه جديد. نخلص من اعلام العروبجي اللي بيتكلم على مصر ليست عربيه. الأستاذة المحترمة الإعلامية هالة سرحان كان لسه ليها تغريدة على موقع إكس، كانت بتتكلم على إن إحنا عرب وبنتكلم عربي، وإن إحنا هويتنا عربية. لا يا أستاذة هالة، مع احترامي الشديد لشخصك المحترم، إحنا مش عرب، وده ما يقللش من حد وما يزودش من حد، ولكن انا من حقي كمواطن مصري ان انا اعتز بهويتي. ايه المشكله في كده؟ يا جماعه؟ يعني انا شايفه انها حاجه عاديه جدا، وفي ناس يقولوا انها بتدعو الى التفرقه. تفرقه ايه يا فندم؟ كان لسه ياغي العالم الاردني الحاصل على نوبل من كام يوم، ده كان في خناقه كبيره على انت اردني ولا سعودي ولا انت فلسطيني ولا امريكي، ولكن طبعا الامريكان ما اتخانقوش عليه، ولا كان بيتخانق عليهم العرب، او بيتخانق عليه العرب اللي كله ينزل حلق على الجايزه. يعني هم النهارده لما في نوبل العالم السعودي محدش قال العربي، احنا بنديهم انجازات وهدايا كده بدون اي وجه حق. انا من حقي كمواطن مصري ان انا اقول ان انا هويتي مصريه، هوايا عربي، انا حر. ده ما قللش منهم في حاجة وما قللش مني في حاجة، ولا زودهم ولا زودني، دي حقيقة. مصر فيها كل مقومات الأمة، إذن فمصر أمة في حد ذاتها، الأمة المصرية. ليه فكرة إن أنا أقول مصري، إن أنا مصري الهوية دي بتشوفوا إن فيها تفرقة، في حين إن العرب دلوقتي بيحافظوا على أي حاجة، يقولك إنجاز سعودي، أردني، أي دولة بيبقى باسم الدولة، إلا مصر إنجازاتها مشاع عربي. برضو النهاردة ألاقي حد بيتكلم على إن بيتكلموا على الخيول والفارس المصري والخيل المصري، في فصيل أو فصيلة من الخيول المصرية، ولكن تصنف إنها فصيلة خيول عربية. الخيل العربي المصري هو خيل مصري، ولكن جرت العادة ان احنا ننسب اي حاجة لمصر للعروبة للعرب، حاجة كده دارجة بقى، ده العادي بقى، ده الديفولت بقى، احنا كل لكن هو خيل مصري. الفن العربي المصري بينافس في كل الدول اللي ممكن تتخيلها عربية او اجنبية، واساسي في الحروب والمعارك كمان، ودلوقتي بقت من اغلى الحيوانات لدرجة ان سعر الخيل ممكن يوصل لاكتر من 30 مليون دولار. للخيول انواع وسلالات مختلفة، لكن يظل الخيل المصري اصل الخيول العربية اصالة واكثرها عراقة والاغلى سعرا كمان. عشان كده خلونا نعرف اكتر عن في فصيلة كده يا جماعة، دي مش حاجة جديدة. في تطلع واحد يعلق يقول لك مفيش حاجه اسمها لا خيل مصري ولا فارس مصري. يا جماعه ده الخيول المصريه مرسومه على المعابد، المعابد من ايام رمسيس الثاني موجوده. وكانوا امال العجلات الحربيه دي كان مين بيجرها؟ بيجيبوا بني ادمين يجروها، وتقولوا لنا في الاخر ان مفيش فكره، مفيش حاجة مصرية. فكرة ان احنا بقينا مستباحين، انجازاتنا، تاريخنا، حضاراتنا،
تراثنا بقى تراث مشترك مصري عربي، حاجات كتير قوي خلت الكثير استباحنا. لما بنيجي النهارده نقول خيل مصري يقول لك مفيش حاجه اسمها خيل مصري، اسمه خيل عربي. لا، هو اسمه خيل العربي، الخيول العربيه المصريه، برضو داخل فيها عربيه لكن هي مصريه ما ينفيش مصريتها يعني. فارجو ان احنا يعني نحاول نحافظ شويه على هويتنا، وفكره ان انا مصري مش عربي دي ما فيهاش اهانه لاي حد. انا من حقي ان انا افتخر بمصريتي وهويتي المصريه. ارجو ان ده يكون واضح. وطبعا في وسط الانجازات والحاجات لما بنيجي نتكلم عن الانجازات ده برضو ما ينسيناش ان احنا نهني المملكه السعوديه بافتتاح ومسيره المهرجان موسم الرياض. ألف مبروك. واللي كان تركي الشيخ اتكلم على ان هو هيستعين فيه بالخبرات والمهارات والفنانين السعوديين والشوام، وان مفيش اي استعانه بالمصريين. فحضراتكم كان الافتتاح بتاع موسم الرياض كان يوم الجمعه اللي فاتت، والحقيقه كان افتتاح ملفت جدا وواضح طبعا زي ما حضراتكم شايفين او هتشوفوا قد ايه يعني كان مبدع، يعني كان حاجه مشرفه جدا. واهلا وسهلا بكم في موسم الرياض. كل موسم رياض وانتم بخير، ودايما مستعينين بالخبرات والمهارات السعوديه والشاميه يعني زي ما حضراتكم قلتوا. وطبعا برضو كان في عندنا احتفاليه انيما اللي كانت موجوده في الهرم. الحقيقه كانت حاجه عظيمه، كانت حاجه بعد العظمه ب3-4 مرات يعني. فطبعا الحفله اللي كانت موجوده عند الهرم دي يعني حاجه واحدة بسيطة صغيرة كده من احتفالات كتير بتبقى موجودة في مصر. وطبعا مش هنتكلم على اللي بقى المومياوات، احتفالية بتاعت نقل المومياوات وافتتاح طريق الكباش ويا رب يا رب تكمل على خير كده بإذن الله، ونشوف افتتاح المتحف المصري الكبير. ويا رب الموضوع ما يوقفش كده عشان حد عينه معانا، ربنا يكفينا شر العين يعني. نتمنى ان هو يتم على خير ويكون يعني افتتاح يليق بمكانة وحضارة مصر ويليق بينا كمصريين، وربنا يا رب يتممها على خير يا رب. وزي ما بنقولها دايما ربنا يحفظ مصر وجيشها ويحفظكم ويسعدكم جميعا يا رب. أرضي وأنا حر فيها، ولا تلومن إلا أنفسكم